لكن يعني الأمر المستغرب أن مباراة بهذه الدقة وبهذه الصعوبة طلعت إلى بر الأمان، لكن شفنا حملة من الصحافة الحمراء غريبة حقيقة وغير متوقعة، وأصبح الأمر يطال دول وشعوب، ورغم أن الشباب اللي حكموا يعتبروا من حكام النخبة وأداروا المباراة بشهادة مختصين أنها باقتدار. أنت قبل كل شيء أعطيني تقييمك في الحالات الجدلية. بالفعل مؤيد، هذا هو اللي حابين معناتها نطرقوا له، خاصة معناتها بتواجد الحملة الشرسة على التحكيم والصافرة الليبية بقيادة معتز الشلماني. احنا باش نخوضوا في اللي هما الأكثر حالات جدلية، اللي هما 3 حالات، اللي هي حالة ركلة الجزاء هي اللي منحها معناتها معتز وتشيكت بالفار وقع معناتها الرجوع عليها. هي حالة صعبة لأنه في لحظة تنفيذ المخالفة كان في زوز لاعبين معناتها اللي هما عملوا جامب، هما معناتها قفزوا فيه لاعب معناتها أفريقي من لاعب الوداد هو اللي رفع يده. هذيك اللي ممكن كانت غلطة معتز معناتها في التقدير، اللي كونه قدر انه لاعب معناتها الافريقي لاعب الوداد كانت لمسه كره باليد، كانت اسرع في الطبيعه. بالفعل لكن الحمد لله المباريات معناتها متواجده فيها فار، وهذا يصير في حتى في كاس عالم لما يكون الحكم معناتها يخطا ما فيش نهايه العالم، اللقطه تتشيك معناتها بالفار وهذا عادي، وتشيكت بالفار ووقعت تراجع معناتها على ركله الجزاء هذه في اللقطه الاولى. طبعا استاذ سليم، لابد من نشيروا لنقطه مهمه، ان احنا ما نقدروش نعرضوا الحالات لان في حقوق، وهذا يسبب لنا اشكاليه، ودائما قناه الوسط لا تعتدي على الحقوق. بالفعل في اللقطه الثانيه هي لقطه ركله الجزاء نتاع لاعب الاهلي المصري الشحات. الركله الثانيه ما كانتش موجوده ركله جزاء، وكذلك تشيكت بالفار لانه اللاعب الوداد كانت رجليه معناتها مضبطه في الارض، ما عملش حتى حركه اضافيه لاعاقه اللاعب الشحات. كانت حركه نتاع تشالنج تاع تنافس عادي على الكره، لان الشحات هو اللي احتك باللاعب. بالفعل هذا هو عاد اللي حبيت نوصل له، لانه لاعب الشحات كان هو اللي معناتها احتك باللاعب، واللاعب الوداد كانت رجله فكس في الارض، ما عملش ولا حركه اضافيه لاعاقه اللاعب الشحات ولا وجود لركله جزاء. قرار صحيح وتشيكت كذلك بالفار وايدوا في قرار الفار، وهذا هو اللي معناتها ما فيش اي مدخل يقول ان هذه ضربه جزاء. لا مؤيد، هذا مؤكد ومعناتها انتم كحكام كمحللين، انا نعطيك كناس تخوضوا في هذا المجال، هل تتوقع في مثل هذه الحالات في اختلاف؟ لان بصراحه يعني يمكن نتفرج عليه محللين في القناه الناقله صار في اختلاف، واحد يقول له ركله جزاء وواحد يقول له لا، هم نفسهم المحللين ما اتفقوش لكن عندهم انتماءات. احنا احترنا معتز الشلماني اصبح يعني بين نارين. لا حتى ولو يعني ما توصلش الحمله الشرسه يعني من احنا نقولوا مثلا شبه اعلاميين في مصر دخلوا حتى ليبيا ما نرضوش، دخلوا حتى ليبيا ودوله. انت قبل تتكلم على ليبيا تمصمص فمك بالزر. طيب. يعني بدك تتكلم على ليبيا على معتز الشلماني حاكم غلط 3 غلطات في 90 دقيقه. يعني انت من تكون متقيم ومش غلطان، وبعدين معلش احنا التحكيم المصري وشفنا مباراه الترجي اعطيه ركله جزاء خارج مناطق الجزاء في بطوله الكونفدراليه ولا في بطوله وهميه، يعني معروفين الحكام المصريين، معروفين الحكام المصريين بالارتشاء في الوطن العربي. طيب راح نرجع. انا نعطيك سكوب مؤيد، معلومه جد مؤكده اقتصيتها من داخل لجنه الحكام، لانه لجنه الحكام عندهم جروب واتساب معناتها يعطيوا فيه، خاصه يكونوا في المباريات الحساسه والصعبه. معناتها كان اجماع من كافه اعضاء لجنه الحكام انه الاداء عانق الامتياز، خاصه في الحالات الجدليه. كانت كل الحالات الجدليه كانت لصالح معتز. هذا تقييم يضيف للحاكم، هذا بالفعل يعتدوا به. هذا تقييم من داخل لجنه الحكام، لانه لجنه الحكام هي الوحيده المخوله في تقييم اداء الحكام ما عدا المتفقد اللي موجود داخل الملعب. لكن هذا نعطيك انا سكوب، لانه داخل لجنه الحكام كامل اللجنه اجتمعوا بالتقنيه الواتساب واجمعوا كونه جل القرارات كانت قرارات صحيحه 100%. طيب اعطيني لمسه اليد. بالفعل ثارت برضه جدل،
وبعد عندنا لقطه اللي هي ركله الجزاء ومطالبه بركله الجزاء بالنسبه للوداد. بالفعل. اعطيني الحالتين هذو كيف شفتهم. به نجيو الحاله نتاع لمس كره باليد. احنا نحبوا ان نكونوا لهنا في اجماع تام. هل انه اللقطه تعتبر فرصه محقه لاحراز هدف والا لا؟ قطعا لا، لانه لما يكون فيه حتى نسبه ضئيله نتاع ما يقعش فيها تسجيل هدف لا تعتبر فرصه محقه لاحراز هدف. اللاعب مازال في النصف الثاني نتاع فريق الاهلي، يعني مازالت الكره ما وصلتش حتى فاتتش نصف الميدان. الحكم يتم حتى على المسافه بالفعل والسرعه، وهذا العنصر كان مفقود. بالفعل هذه هي معناتها مربط الفرس، كونه هل انه تعتبر لقطه فرصه محقه لاحراز هدف ولا لا؟ لما يكون في شك، حتى شك ضئيل عن انه معناتها تكون فيها فرصه محقه لحراز هدف، الفرضيه تطيح من ورقه حمراء تهبط الورقه الصفراء. وهذه وفقا لتحديدات الفيفا. هذه وفقا لتحديدات الفيفا، لما يكون ما فيش فرصه محقه لحراز هدف بنسبه 100%، حتى ولو اكثر من 100%، القرار ينزل من ورقه حمراء الى ورقه صفراء. وهذا اللي قام به معتز، قراءه سليمه من الحكم معتز الشلماني في اللقطه تاع لمس الكره باليد، لانه اعتبرها معناتها قطع هجمه واعده وليس فرصه محقه لاحراز هدف. وقراءه تختلف من فرصه محقه لاحراز هدف لهجمه واعده، قراءه سليمه. وكذلك تشيكت بالفار وايضوا الفار في اللقطه فيما يخص المطالبه بركله الجزاء بالنسبه للوداد. باختصار شويه خلي نعطوا كلمه. حتى اللقطه اللي طالبت بها الوداد اللي هو تدخل بين علي معلول وكذلك المهاجم نتاع الوداد، ما فيش حاله ركله جزاء، لانه ديما نحن حتى في فار ستوديو لهنا نقولوا راه وضع اليد على المنافس لا يعتبر مخالفه في حد ذاته. لما انا نتنافس معك نضع يدي عليك، هذا هو يدخل في باب التنافس ولا وجود لركله جزاء حتى لفريق الوداد. في برضه وضع يد على مدافع هذا يعتبر في كره القدم العصريه تدخل في باب التنافس، التشالنج اللي ديما نحكيو عليه في فار ستوديو، وهذا هو اللي طبقه. وحقيقه طيب. انا اعطيتك كل المعطيات خاصه من داخل لجنه الحكام في رضا تام على اداء معتز الشلماني في الدور النهائي. طيب